أعزائي المشاهدين، يتعودنا دايما في برنامج جديد في جديد أن نقدم كل جديد في جميع المجالات، والنهارده بنقدم الجديد في الموسيقى، والجديد في الموسيقى من خلال آلة الناي. والنهارده بيسعدنا أن نستضيف الأستاذ الدكتور عاطف إمام، أستاذ بأكاديمية الفنون. أهلا بحضرتك معانا في برنامج جديد في جديد. أهلا وسهلا. الأستاذ الدكتور عاطف إمام، احنا سمعنا من حضرتك انك انت عملت دكتوراه لآلة الناي اللي هي معاك دلوقتي، نوريها للسادة المشاهدين برضو. حضرتك عملت دكتوراه وعزفت قطعة جميلة جدا احنا كلنا بنحبها بمناسبة أعياد الربيع وعيد ست الحبايب وهو عيد الأم، ونتمنى ان حضرتك طبعا تعزفها لنا في الأول، ونتمنى أيضا انك انت تكلمنا عن آلة الناي. هي آلة الناي بيرجع تاريخها لقبل الميلاد بآلاف السنين. يعني كانت بدائية في الأول لما الفراعنة اكتشفوها، ثم تطورت الآلة إلى في العصر العباسي خدت شكلها اللي هو الحالي. يعني هي من العصر العباسي شكلها الحالي هو ده، 6 ثقوب أمامية ثقب خلفي، لكن ما اتطورتش بعد كده. لا مفيش أي تطور على آلة الناي يلغي كل الإحساس اللي فيها والإمكانيات اللي فيها. يعني آلة الناي الوحيدة اللي مش هتطور أبدا. يعني أي آلة ممكن يخش لها كهرباء، ممكن يخش لها أي تطور إلا آلة الناي. لأن آلة الناي عبارة عن شجن، وبيبقى يعني نفس العازف مع البوص اللي هو الغاب ده يعني بيتفاعلوا مع بعض وبيدوا الصوت الشجي اللي بيصدر من الآلة نفسها. طب ليه دايما آلة الناي مقترنة زي ما حضرتك قلت بالشجن أو بالحزن؟ والله آلة الناي بتعزف جميع الألوان. يعني ممكن تعزف حاجات مبهجة جدا، وممكن حاجات حزينة جدا، انما هو بيبقى موقف يعني يتطلب اللحن نفسه، يتطلب والمقام بتاع اللحن نفسه. ممكن مثلا تبقى في موسيقى تصويرية لأي فيلم أو أي مسلسل أو كده، مطلوب ان الحتة دي فيها حزن شديد، فبيبقى بيختاروا آلة الناي على اساس ان الآلة انما ممكن آلة الناي بتعزف حاجات مفرحة جدا يعني، والألحان كلها مليانة حاجات مبهجة آلة الناي يعني. دكتور عاطف، بيقولوا ان آلة الناي وظيفتها محدودة في وسط الفرقة الموسيقية كلها، ده الكلام ده صحيح؟ لا والله آلة الناي آلة يعني غنية جدا، ودي آلة الناي بتتكون من 7 آلات. يعني عازف الناي دايما بيشيل معاه شنطة فيها مجموعة من النايات على اساس ان يقول جميع المقامات. آلة الناي بتعزف جميع الألحان، يعني مش محدودة ولا حاجة. يعني هو كمان مع تطور المستمر في الفنون عموما وخاصة الموسيقى، يعني بقى في آلة الناي النهارده بتلعب كونشيرتو. كونشيرتو يعني الأستاذ الله يرحمه المرحوم عفت عزف كونشيرتو من مؤلفات سعدية شرارة، كونشيرتو الناي. وبتلعب مقطوعات سريعة ومقطوعات فيها تكنيك. ده بيجي من خلال الدراسة. يعني الدراسة والتدريبات بتدي إمكانيات في الآلة مع العازف أكتر يعني. طب يعني هل العازف النهاردة لازم يكون عنده خبرة بالإضافة للدراسة؟ هو مهمة جدا الدراسة جنب الموهبة. أيوة. لأن الدراسة طبعا الطالب بيخش المعهد بيدرس أي آلة عموما يعني 7 سنين، فبيتمرن فيها كويس، فده بيبقى خبرة كبيرة جدا بجانب الموهبة. إنما الموهبة بس طبعا مش صعبة طبعا. لازم الدراسة بجانب الموهبة. ده أهم حاجة طبعا، الدراسة بجانب. النهارده يعني وصل الدراسة لغاية الدكتوراه. طيب بمناسبة بقى ان حضرتك بتقول النهارده وصلت الدراسة لحد الدكتوراه، انا عايزة اقول لك ليه حضرتك اخترت انك تعمل دكتوراه في آلة الناي؟ هو الآلة طبعا مصرية، الأصل مصري فرعوني، وآلتي اللي أنا اتعلمت العزف عليها في المعهد واللي أنا بعزفها حتى الآن، فكان لازم ان انا يعني احط الآلة في مكان في وسط الآلات كلها في مكان كويس يعني. فاضطريت ان انا يعني ابحث عن المواضيع كلها في الموضوع الدكتوراه بتاعتي يعني. فعملت بحث عن دراسة مقارنة لأساليب العزف على آلة الناي في مصر وتركيا، لأن البلد الوحيدة في الدول الأوروبية يعني اللي بتعزف ناي تركيا. دكتور عاطف، يا ترى الناي اللي في ايد حضرتك دوت ليه اسم؟ هو آلة الناي عموما بتسمى باسم تاني درجة
من درجات السلم الموسيقي اللي بيتباعوا الناي. يعني مثلا الناي ده اللي في ايدي اسمه الدوكا. الدوكا ده اسم فارسي. ده يعني اسم الناي بيسمى باسم الدرجة الثانية من درجات السلم الموسيقي بتاع الناي نفسه يعني. ايوه. طيب ممكن نشوف نايات تانية بأسامي مختلفة مع حضرتك؟ يعني قلنا مثلا هنا ناي الرصد ده اكبر شوية. الرصد يعني الدوكا يعني الري. ده السلم الموسيقى اسمها فارسية. نغمة البوسلك يعني الميبيكار. نغمة الجهار كا يعني الفا. نغمة النوى يعني الصول. نغمة الحسيني يعني الله. حتى احنا لو شفناهم كده هنلاقيهم من اكبر لاصغر زي السلم الموسيقي اللي على البيانو بالظبط. يا ترى ايه الجديد اللي حضرتك هتسمعه لنا النهارده من خلال لحن ست الحبايب بالناي؟ هو آلة الناي في اللحن ده بتقوم بدور المغني. يعني هي اللي بتغني اللحن الاساسي والفرقة بتقول اللازم الموسيقية فقط يعني.